شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. العصبية، النعرات الطائفية. لقد نام الإمام عبد الله بن عباس ليلة بعد وفاة رسول الله، فرأى الرسول في المنام ومع الرسول قارورة أي زجاجة مليئة بالدم، فأعطاها لابن عباس في المنام، وسأله ابن عباس: ما هذا الدم يا رسول الله؟ فقال له الحبيب: إنه دم الحسين بن فاطمة، فتقتله الفئة الباغية. وأرسل أهل العراق إلى الحسين آلاف الرسائل وقالوا له: أقدم علينا وأقبل إلى العراق، فقد بايعناك بالخلافة ضد اليزيد الفاسق الفاجر. أرسلوا إليه زكائف من الخطابات والرسائل يعاهدون الحسين فيها على الولاء والنصرة. وذهب الحسين بآل بيت رسول الله، ذهب ب73 من آل البيت، كانت على رأسهم بصرة كربلاء زينب رضي الله عنها، كانت على رأسهم زينب الطاهرة التي لما ولدت قالت فاطمة لعلي: سمها يا علي. فقال لها علي: والله ما كنت لأسبق رسول الله باسمها، سمها أنت يا فاطمة. فقالت: والله ما كنت لأسبق رسول الله باسمها. فذهب علي إلى رسول الله وقال له: لقد ولدت لنا أنثى، فسمها لنا يا رسول الله. فقال الحبيب: والله ما كنت لأسبق الله تعالى باسمها. وإذا بالأمين جبريل يهبط من قبل الله ويقول للحبيب المصطفى: السلام يقرئك السلام، ويقول لك: سمها زينب. زينب ذهبت إلى العراق، إلى بلاد الفسق والنفاق، وبينما الحسين في طريقه إلى هناك لقيه الفرزدق الشاعر قادما من بلاد العراق، فسأله الحسين: كيف حال أهل العراق؟ قال له الفرزدق: يا ابن بنت رسول الله، قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. أهل العراق قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك. اشتراهم اليزيد بالمال، اشتراهم كما يشتري الغنام رؤوس الغنم في الأسواق. وذهب الحسين بناء على العهود والوعود، ولكنه لم ير رجالا، إنما رأى ذئابا. رأى أهل العراق قد جمعوا له 6000 مقاتل يركبون الخيول، وليس مع الحسين إلا 73 من بيت رسول الله، ما بين امرأة وما بين طفل وما بين شاب. واجتمعت الفئة العراقية
الباغية على الحسين فقتلوه، قتلوه امام اخته، امام اخته زينب. وزينب ترى اخاها يهبط عن فرسه مدرجا بالدماء، وتقول زينب: ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخر الامم؟ بعترتي وبصحبي إذ تركتهم ومنهم وصارا ومنهم درجوا بدمي، ما كان هذا جزائي بعد مفتقدي أن تفعلوا كل هذا في ذوي رحمي. وسقط الحسين، وقبل أن يسقط طلب منه ابن أخيه، الغلام الصغير ابن الامام الحسن، طلب منه شربة ماء وقال له: يا عمي اكاد اموت من شدة العطش وقد منع اهل العراق الماء عنهم. فقال له الحسين: يا ابن اخي اصبر، فعما قليل ستشرب من جدك محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الماء منعوه، وذهب الحسين الى شاطئ الفرات ليشرب. قبل ان تدور المعركة فرمي بسهم في حلقه فسال دمه من حلق، وامواج الفرات ودجلة تترقرق، لكنها حرمت على ابن بنت رسول الله بايدي اهل العراق، ولم يكتفوا بمقتل الحسين، بل جاءوا بعد ذلك وركب 10 منهم الخيول وظلوا يروحون ويقتون على جسد الحسين بارجل الخيل حتى مزقوا الجسد الشريف تمزيقا. وكان الحسين قبل المعركة يلبس جبة رسول الله حتى لا يكشف القوم عورته اكراما لصاحب الجبة، لكنهم لم يراعوا لله حرمة ولا لرسوله كرامة. وجيء برجل فاجر اسمه شمر بن ذو الجوشن ليفصل الرأس الشريف عن الجسد، فصل الرأس عن الجسد واخذ رأس الحسين. ايها المسلمون، توجهوا الى الله في الصباح والمساء ان يجمع شملنا ويوحد صفوفنا ويوحد اهدافنا. اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم لا تشمت بنا اليهود ولا النصارى، اللهم لا تشمت بنا اليهود ولا النصارى. اللهم احسن ختامنا وتولى امرنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه